الفنان عادل أدهم الله يرحمه حكى مرة موقف في إحدى اللقاءات التلفزيونية ليه، وموقف فعلا جميل جدا. هو يخص والدته، يعني الموقف ده بيقول إيه؟ بيقول: أخدت والدتي تتفرج على فيلم حافية على جسر الذهب، وقعدتها في أول صف لأنها كانت أول مرة تدخل السينما، ودخلت عشان خاطري. وبعد ما الفيلم خلص سألتها: إيه رأيك في دوري شخصية عزيز؟ لقيتها بتعيط وبتقولي: حرقت الميرفت أمين الفستان ليه؟ حسين فهمي عمل لك إيه؟ أنا ربيتك على كده. وفضلت تعيط طول الطريق لحد ما وصلتها البيت. بصراحة موقف جميل جدا، وبيبين قد ايه ان فعلا الناس زمان كانوا طيبين جدا، وان والدته فعلا اكيد شخصية طيبة جدا، ان هي يعني تقمصت قوي الموضوع، وشايفة ان الموضوع بدل ما هو فيلم، لا ده متخيلة حقيقة. وشايفة ان هو ليه عمل كده. بصراحة يعني حاجة جميلة جدا. الفنان عادل أدهم بصراحة أنا باشوفه إن هو فنان ما اتكررش تاني. لإنه فعلًا في أدوار الشر بالذات كان متقنها بشكل رهيب. يعني أنا ما شُفتش حد عمل أدوار شر وأتقنها بالفظاعة دي وبالجمال ده زي عادل أدهم. يعني دوّر في كل الممثلين اللي جُم دلوقتي، لو دورتوا فيهم هتلاقوا في ناس عملت شر، وفي ناس بتعمل حاليًا شر، أدوار شر كتيرة جدًا، وفي ناس برضه شاطرة، مش هاقول مش شاطرة، بس زي عادل أدهم لأ، ما فيش. عادل أدهم فعلًا تقمص دور الشر لدرجة إن الناس فعلًا يعني شايفة إن هو ممكن تصدّقه، يعني مش قادرين يفصلوا. يعني خلّى والدته أهو لمّا شافت الفيلم مش قادرة تفصل حتى ما بين إن هو ده حقيقة، ما بين الحقيقة وبين التمثيل، من كتر ما هو تمثيله مقنع. هو والفنان محمود المليجي، هُم الاتنين بصراحة باشوفهم كانوا يعني فعلًا مقنعين في أدوار الشر بشكل فظيع. وكمان اللي عجبني كمان في الفنان عادل أدهم ان هو كان جميل برضو في الكوميدي. لو تفتكروا فيلم بتاع سواق الهانم، فيلم سواق الهانم، انا شايفة دوره رغم انه كان بيتكلم عادي، ما كانش يعني بيبقى قاصد يضحك الناس، لكن هو بصراحة كان الدور بتاعه لا، في حاجات كتير جدا كانت تضحك عليها. وهو كمان كان مع الثنائي الجميل، كان هو والجميلة سناء جميل. هما الاتنين كانوا بصراحة رائعين جدا في الفيلم ده. انا كنت بشوفهم فعلا لا جمال يمكن، وكان ده يمكن الدور اعتقد من الادوار القليلة اللي عملها عادل أدهم ما فيهاش شر. لكن بصراحة كانت جميلة برضه قوي. يعني لا بصراحة دوره كان رهيب قوي في فيلم سواق الهانم، هو وسناء جميل. وشيرين سيف النصر برضه كانت دورها حلو في الفيلم. وأحمد زكي طبعا ده لوحده الله يرحمه. كان فيلم كله على بعضه بصراحة جميل. فبصراحة موقف عجبني جدا، وباين قد ايه ان عادل ادهم كان فعلا فنان شاطر. قولوا لنا ايه اكتر دور بتحبوه لعادل ادهم وفعلا مش ناسينه؟ يعني قولنا كده ايه اكتر دور لو فعلا بتشوفوه اكتر من مره ما بتزهقوش منه. اكتبوا لنا في الكومنتات.